لاحظت في مرة وانت بتتكلم مع حد انه بدأ يبعد وشه شوية عنك او يضير وشه؟ فكرت ان ممكن تكون ريحة بقك مش مظبوطة؟ ريحة الانسان من اكتر الحاجات اللي بتثبت في الذاكرة، بمعنى اني ممكن اشوف حد شكله كويس جدا لكن شميت ريحة مش عجباني فبتفضل ثابتة في ذاكرتي على طول كل ما افتكره. عشان كده لازم ناخد بالنا من ريحة بقنا قوي، وعلشان نعالج ريحة بقنا لازم نعرف الاسباب. عد معايا: تسوسات في الاسنان عاملة فراغات بتخزن اكل، جيوب في اللثه كبيره اكتر من 4 مللي وما بنعرفش ننضفها كويس، تركيبات عامله مشاكل ومخزنه اكل ما بينها وما بين الاسنان، طبعا البص بتاع الريحه اللي مش حلوه وهو الجير، في فطريات كتير في الفم، والفطريات ليها اسباب كتير قوي هنبقى نتكلم عليها بعدين. طبيعي اول ما بنصحى من النوم بتكون ريحه بقنا مش حلوه، فعشان كده لازم نغسل اسناننا، بس لازم ناخد بالنا كويس قوي برضو من اكل البصل والثوم وبعض الاكلات بتفضل ثابته لفتره كبيره قوي. ممكن يكون في خراج في الاسنان بيطلع صديد وبرضه بيعمل ريحه